يلا بينا النهاردة نعمل أكلة جميلة قوي. معشوقة الكبار والصغار، صديقة العزومات وصديقة الرحلات، الكفتة. الكفتة ليها كذا طريقة بتتعمل بيها، وعلى سهولتها ان هي من اسهل الاكلات، وفعلا هي دايما صنف جانبي في العزومات ودايما في الرحلات. بجد يعني انا مش عارفة ليه الكفتة بتحل الرحلات، يعني او هي ليه صديقة في الرحلات من واحنا صغيرين. ورغم كده هي الناس كتير قوي بتواجه مشكلة في عمل الكفتة، انا مش عارفة ليه. بتفك منهم. ناس بيقولوا ان هي ساعات بتمسك منهم. ان شاء الله هنا في القناة هنعمل كذا طريقة لعمل الكفتة، وكلهم ان شاء الله هيطلعوا حلوين قوي، وهيبقوا كلهم بطرق بسيطة وجميلة ان شاء الله. وبإذن الله نقدر نتغلب على اي مشكلة بتواجهكم في عمل الكفتة. مبدئيا النهاردة احنا هنعمل الكفتة المشوية في الفرن. سهلة جدا، بتعمل في نص ساعة وهتطلع منك، يعني ان شاء الله من اول مرة هتظبط منك. من غير كلام كتير يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. هنحتاج في الفيديو حوالي كيلو لحمة. طبعا انا قايله كيلو، انت ممكن تعملي 2 كيلو 3 كيلو، المهم كيلو اللحمه بيبقى على الاقل ربعه بيبقى دهون. لان الكفته لو اللحمه يا جماعه مش مدهننه او مش يعني اللحمه كلها حمرا، لا هتمسك منك، وزي ما بيقول كده بتليف ما بتبقاش حلوه. فهحتاج كيلو لحمه زائد ربعه على الاقل دهون. وهحتاج بصلايه وطماطمايه، وبصلايه بس تكون كبيره، وطماطمايه وفلفلايه خضراء. لو عايزه تحطي فلفلايه حراقه حطي طبعا. وكام ما هحتاج بقدونس بس اللي هو الورق بتاعه، مش هحتاج العيدان نفسها. البقدونس هنحط شويه صغيرين كده، يعني قد كف الايد، يعني عارفه شويه كده صغيرين، لانه ممكن الكتره يغير طعم الكفته. انا هحتاج دول بيطعموا الكفته جدا يا جماعه. فمبدئيا بعد ما فرمت اللحمه، فرمتها على وش واحد بس في المفرمه بتاعتي، واتأكدت ان هي مفرومة كويس، ابتدي اضرب الطماطم والبصل وفصين الثوم مع بعض في الكبة. ممكن احط معاهم والفلفلاية، ممكن احط معاهم معلقة مية صغيرة، ولان هي الطماطم بتبقى فيها مية يعني. بعدين ابتدي بقى اصفيهم كويس من المية، دي اهم حاجة يا جماعة. كفتة مبقاش فيها سوائل، السوائل هتخليها تفلت، هي دي اللي هتخليها تفك. فابتدي بقى بعد ما عصرتهم كويس قوي اتاكدت منهم، واخلي ميه البصل بتاعتي دي على جنب. احط البصل والفلفل والخليط بتاعي ده على الكفته، احط ملح وفلفل ومعلقه نشا. انا مش هحتاج غير معلقه نشا. في ناس كتير بتقعد تضيف مش عارفه آم، بقسماط ورغيف، والله يا جماعه، او بيكنج باودر. لكن عن تجربة النشا هي اللي هتخلي الكفتة متماسكة. اما البيكنج باودر الصراحة كده لما استخدمته نشف لي الكفتة وخلاها زي البلاستيك يعني، فانا ما حبيتوش خالص. وهنستخدم على كيلو اللحم معلقتين نشا، وهنديهم ضربة تانية. انا بديهم ضربة تانية في الكبة عشان تطلع ايه، بصوا متجانسة كده ازاي. بصوا اللحمة بتبقى متجانسة، اهم حاجة ان اللحمة بصوا تبقى متماسكة كده، ما تبقاش فكة من بعضها عشان الكفتة ما تفكش مني. ابتدي بقى اجيب ميه البصل اللي انا كنت شايلاها على جنب، احط عليها معلقه بابريكا وملح وفلفل ومعلقه زيت. ده بقى الخليط اللي انا هلمع بيه الكفته من فوق، وهيديني وش لامع ومحمرها كده، ويعني هتبقى نتيجته جميله جدا. وابتدي بقى اصبع الكفته. تصبيع الكفته شوفي انت الطريقه اللي عايزه تصبعي بيها. انا عن نفسي بستخدم عصايتين الشيش طاووق يعني، بجيب عصايتين شيش طاووق وابتدي اصبع عليها. عندك قلم، عندك سيخ، المهم ان انت تحاولي تخرميها في النص علشان خاطر الهوا يدخل فما تنشفش. وابتدي بس اهم حاجه وانا بصبع الكفته اضغط عليها كده لحد ما تبقى يعني متماسكه كده، والصباع يبقى حلو كده. اروح بقى ايه احطه في الصينيه. انا طبعا النهارده فرمك يعني عجنه قدامكم كيلو، لكن انا في العادي لما بعمل الكفته بعمل 2 كيلو، بعمل يعني 2 كيلو او 3 كمان، وابتدي اشيلهم في الفريزر. بحطهم في اطباق نص كيلو نص كيلو، بعد ما بتتصبع بتطلع يمكن احلى من الطازه كمان. يعني الكفته من الحاجات اللي انا دايما بعملها وبشيلها في الفريزر. بنفس الطريقه دي تعملوها، تشيلوها في الفريزر وتطلعوها تصبعوا، تكون متصبعه وجاهزه، بتدخلوها على الفرن على طول. ابتدي بقى اصبعها كده لحد ما املى الصينيه. وبعدين يا ريت لو مش مستعجلين نسيبها في التلاجة بس نص ساعة تتشمع. لو مستعجلين لا دخلوها على الفرن على طول. طلعتها من التلاجة، ابتدي بالخليط اللي انا كنت عاملاه بمية البصل ادعك الكفتة بتاعتي، واكون مسخنة الفرن على درجة حرارة عالية. خلي بالنا يا جماعة ان الكفتة بتدخل على درجة حرارة عالية، ما بتاخدش وقت كتير، وتبقى عايزة حرارة عالية علشان ما تنشفش منكم. اكون عاملة الفرن على 260 وادخل فيه الفرن، ما بتاخدش، وادخل فيه كفتة.
ما بتاخدش أكتر من 25 دقيقة، مش أكتر من كده. هنا طلّعتها بعد ما أول 15 دقيقة كانت هي ابتدت تنزّل سوايلها من كتر الحرارة، أروح حاطة بقى دهناها تاني بخليط التلميع بتاعي، وأكون مدخلاها تاني الفرن بالضبط 10 دقايق. 10 دقايق بالضبط بتطلع الكفتة معايا زي الفل، أهي طلعت أهي جميلة أهي وحلوة وزي الفل وزي العسل. وأروح بقى جايبة فحماية أكون حاطاها على النار. الفحمة بصراحة بتنقل يا جماعة الكفتة في حتة تانية خالص بجد والله. أنا عارفة إن في ناس ما بتحبش الفحم، وفي ناس بتعترض عليه وبتقول هو مش صحّي، فطبعًا ده الموضوع اختياري بحت، لكن أنا عن نفسي باحب جدًا، جدًا موضوع إن أنا أحط الفحم على الكفتة. وخلاص مجرد بس ما باحط الفحمة أنا باسخّنها كويس وأحطها. أهم حاجة إن أنتِ بعد ما تحطي الفحم تحطي عليها شوية زيت أو معلقة سمنة بلدي، وتروحي كامرة الصينية. لازم يا جماعة الصينية تتكمر كويس أو تتغطى كويس عشان الكفتة تشم ريحة الفحم. وهي بعد بقى ما خلصناها أهي بقى في منتهى الجمال أهي والحلاوة. وأهم حاجة إن هي طرية من جوه مش ناشفة. أهم حاجة يا جماعة الكفتة تبقى طرية، ما تبقاش ناشفة منكم. لازم تبقى الكفتة لازم يبقى من جواها سوائل، لو نشفت تبقى هي كده باظت. بعد كده اهو باقدّمها باحط عليها شوية بقدونس وهتدوقوا أحلى كفتة إن شاء الله. أتمنى إن أنتم تجربوا الوصفة، وأتمنى إنها تعجبكم. مستنية تعليقاتكم وأسئلتكم في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشتراك عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديدة. أشوفكم الفيديو الجاي في وصفة جديدة إن شاء الله. ولو في أي حاجة أو أي وصفة عايزين نعملها مع بعض ابعتوا لي في الكومنتات عشان نعملها إن شاء الله مع بعض بأسهل طريقة.